دول مركزين قوي على انتخابات الرئاسة بتاعتنا. حقد يا نانا حقد. أنا مستعد في كل سنة أعمل انتخابات في مصر. أجدع رئيس جمهورية عندهم ما يقدرش يقعد في الحكم أكتر من مدتين، والحسد مذكور في القرآن. كتب الطنطاوي على صفحته منشورا جلب إليه أنظار الكثيرين، قال فيه إنه يفتقد الوطن. يا بلدي يا ولدي. وأضاف: أعود إليه بإذن الله يوم السبت 6 مايو أيار على طائرة مصر للطيران. احنا لقينا مواطن اتقدم ورشح نفسه للرئاسة لأقوم بواجبي في تقديم البديل المدني الديمقراطي. انت بتقولي مين الحمار ده اللي جرب وعمل يرشح نفسه قدام صافي؟ اعتقلوه حالا. تم القبض على 2 من أقارب أحمد الطنطاوي، وهما عمه وخاله. هتتعب معانا شوية، عايزين نسجل بنات اسمك بالكامل، وعمامك وعماتك وخالاتك وولاد عمك، إلى جانب 10 آخرين من أصدقائه. الرئيس فاهم كويس قوي يا فندم احنا بنعمل ايه. كل سنة أعمل انتخابات في مصر، كل سنة أعمل انتخابات. أنا بتكلم بجد. النظم اللي تشبه الحالة اللي احنا بنعيشها في مصر ما بتتغيرش إلا بثورة. عصام أنت في موقف أخطر مما تتخيل. انسى تدمير الأمن العام والتظاهر بدون تصريح وإثارة البلبلة. ده بونبون، دي تهمة محاولة قلب نظام الحكم، تعريض أمن البلاد للخطر، المساس بالأمن القومي، ده كله كده إعدام. لكن كان الأهم بالنسبة لي طول الوقت هي إنه أبحث عن إجابات عن أسئلة بعينها، الأسئلة اللي هي شديدة التعقيد في الحالة المصرية. كيف ننقذ وطننا من أزمة مالية طاحنة؟ أولا ما تخافوش. طب ليه ما تخافوش؟ اسمع، معانا ربنا طبعا. اللي معاه ربنا يخاف؟ لا طبعا. احنا ما بنخافش. عارفين ليه ما بنخافش؟ اولا عشان معانا ربنا. قلت لهم حبيبي وغالي عليا، حبيبي وغالي عليا. طب احنا فين؟ احنا الحمد لله رب العالمين ماشيين كويس، وان كنا انا ممكن انقطك، اوعى تفتكر انك هتنقطني. كيف نتبنى برنامج إصلاح اقتصادي حقيقي، مش برنامج إصلاح مالي مؤقت زي اللي ماشية فيه الحكومة الآن وفقا لروشتة صندوق النقد الدولي. الأسعار عايزين تسيطروا عليها، الحاجة اللي تغلى ما تشتروهاش. لا اقرا من الورق احسن. الورق بتاع سماح؟ من ورق سماح. أسئلة كتير أقدر أقول إنه أنا لم أكن لأتجرأ على إعلان نيتي اللي أعلنتها دي قبل ما أكون قادر إن أنا أقدم ليها إجابات ما بدعيش إنها الإجابة النهائية ولا الفاصلة، إنما هي إجابات علمية منهجية. ما تديش ودنك لحد أقل ما فيه مش مسؤول. يعني إيه الكلام ده؟ ففهمناها سليمان. الفكرة التقليدية اللي عفى عليها الزمن بأنه الرئيس لازم يكون يعني فاهم في كل حاجة وعالم في كل حاجة، فضلا عن أنها مش صحيحة وغير ممكنة والواقع بيضحطها. صحيح الفهمان تعبان والدنيا للعبيط جنة. لكن كمان في النهاية كل إنسان وعنده حدود للمعرفة، لكن هي العقلية والنفسية أيضا اللي تسمح له بأنه يكون مدير شاطر يقدم للبلد دي أفضل أبنائها وبناتها. الرئيس شغلته إذا شغلته الرؤية النظرة، إنما هو إذا ما استعنش بحضرتك وبمراكز الأبحاث وبالمتخصصين وكل واحد يقول اللي هو عايزه واقعد أنا أسمع منه قال بتعلم يعني. لا التفاصيل بتاعت حضرتك وأنا مؤمن بحضرتك، إنما أنا صاحب رؤية مش صاحب تفاصيل. علشان كل واحد يدير فيهم الموقع اللي يقدر يأدي ويخدم فيه تحت سلطة ورقابة الشعب المصري العظيم. شوفوا، لو أنا مش عارف شغلي ما أعرفش أقف الوقفة دي. يا عم لما أنت جامد كده ما تشوف لك وصفة عشان تطول بدل الأسر اللي أنت فيه ده. البلد دي محتاجة حد يقول لا، وحد يقول للرئيس بعد إذنك اللي بتطلبه ده مش اختصاصي، ده اختصاص البرلمان، بعد إذنك اللي أنت بتقوله ده محتاج مراجعة وعايزين نسأل فيه أهل العلم والتخصص. كل الطرحات اللي اتقالت ديت أي طالب في كلية السياسة والاقتصاد يتكلم فيها. هو أنت لوحدك اللي قصير؟ أمال إيه؟ لا يا عم كلنا نازلين من بطن أمنا قصيرين، بس زي ما تقول إحنا مشينا وأنت وقفت. رئيس الدولة هو أهم موظف فيها ويجب أن هو يكون مدير ناجح، لا زعيم ولا بطل ولا منقذ ولا مخلص ولا الكلام ده. هو البطل خلاص بقى ولا إيه؟ أنت خلاص شطبت يا عالمي، يعني تروح تقعد جنب أمك. لا سبيل إلا أنك ترجع للعلم والأهله. وأنا طول الفترة اللي فاتت يعني أدير
نقاشات مع متخصصين مصريين. يعني إذا أنت تصورت غير ذلك يبقى احنا لسه في نفس المربع، ويبقى أنا بقى جاي أقول طبيب الفلاسفة وإن أنا يعني ففهمناها أحمد. لما تكون بتتكلم عن الفقر فأنت بتتكلم عن أكتر من نص الشعب المصري، والفقر ما هوش قدر المصريين. لا يا ريت حد يقول لكم ان احنا فقراء قوي، فقراء قوي. اسمع الكلام، اسمع كلام. المصريين تاريخيا ما كانوش أفقر من غيرهم من المحيطين بيهم، ولديهم من الثروات ما لم يحسن استخدامه، وأولها الثروة البشرية. وده مش كلام برضو انتخابي ولا إنشاء، ونرجع فيه لتجارب دول عقولها وأبنائها المهاجرين في الخارج عملوا، واللي هم برضو بالمناسبة دلوقتي العماد الرئيسي في توفير العملة الصعبة بما لا يقارن بأي مورد آخر بالدخل القومي. انا اقول لكم ايه؟ طب اخبار تحديد الناس ليه؟ اطالبكم وتطالبوني. الفقر حله مش انك تقدم للناس إعانة أو منحة. صرف قيمة إعانة عاجلة للعمالة غير المنتظمة وغير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية قدرها 1000 جنيه. وعايز اقول لك انه اول قانون هقدمه للبرلمان هيكون اللي سعيت ان انا اعمله وانا نائب، قانون محاسبه ومحاكمه وعزل رئيس الجمهوريه، عشان الناس تطمئن انه من الان فصاعدا بقى عندهم رئيس درجه موظف لفتره مؤقته ويخضع للحساب اثناء وبعد ترك عمله. انا عندي القدره ان انا اقعد على يعني افطسكم. وانا يعني اهون عليا ان انا اكون مظلوم في جدران زنزانه من اني اكون مكسور داخل ضلوعي. الشرقي.